أعزائي مشاهدي برنامج أوضة وصالة، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا. في الحقيقة النهاردة كالعادة بصور من داخل نادي الرحاب، وقاعد في مكان أول دور كده وقدام مني كشاف. هو طبيعي يعني أنا ما عملتش حاجة من عندي في الحقيقة خالص. النهاردة هتكلم مع حضراتكم في إيه الفرق بين الموبيليا الغالية والرخيصة، إيه الفرق ليه تفاوت الأسعار الكبير جدا. خلوني في البداية عايز أحكي لكم حاجة حصلت لي من حوالي يمكن يعني تقريبا كان سنة 2000. كان صديق ليا وكان بيعمل مطبخ، وجيت عملت له مطبخ، وهو يعني اللي فكرني كان سعره 11,000 جنيه، وقال لي في الوقت ده كان سعره مبالغ فيه جدا. في الحقيقة هو من حوالي سنتين ثلاثة كان حابب يعمل مطبخ. عايز اقول لكم ان المطبخ اللي انا عملته له من 25 سنة كان خشب أرو. الخشب الأرو طبعا من 25 سنة كان يعني انواع الكونتر كان نوعين ثلاثة أربعة بالكتير حاجة كده، غير دلوقتي الانواع بقت مختلفة كتير جدا. فزمان كان فرق الاسعار كان بيكون في المصنعية، ولكن الخامة كانت تقريبا اسعارها قريبة من بعض. في الوقت ده لما انا عملت له ب 11,000 كان في ناس يعني مثلا الفرق ما كانش كبير، كان 10% فوق و10% تحت، ولكن كان السعر ما كانش مبالغ فيه. زي ما قلت لحضراتكم كان تفاوت الاسعار ما كانش بيكون كبير بالنسبه للخامات، لكن دلوقتي اصبح موضوع الخامات بقى اسعاره متفاوته بكتير جدا جدا، واسعار بقت يعني مختلفه كتير جدا. الفرق بين لوح الكونتر والتاني بقى يعني الفرق مثلا يمكن 100 فرق. يعني ممكن تشتري لوح بجنيه، انا بقول على سبيل المثال طبعا، وممكن ب2 وممكن ب10. فالفرق بقى متفاوت كبير جدا. فالمهم خليني احكي لكم الموضوع. فلما اخذ المطبخ، والمطبخ هو موجود عنده لغايه دلوقتي، جه الصديق ده كان بينقل، كان في الوقت ده هو في المعادي وكان بينقل في التجمع. ربنا وسع عليه واخد مكان كبير في التجمع، وكان عايز يسكن في التجمع. فلما جالي قال لي انا عايز مطبخ زي اللي عملته لي من 25 سنة بنفس المواصفات بالظبط. فبنفس المواصفات بالظبط من 25 سنة، يبقى عايز احسن نوع كونتر، احسن مفصلة، احسن مجرى، لان في الوقت ده زي ما قلت لحضراتكم كان اللي موجود يا كويس يا وحش يا اما متوسط، غير دلوقتي. فانا حسبت له التكلفه على احسن خامات، فطلع المطبخ برقم انا مش هخبي عليكم، هو لقى حد هيعمل له بفرق كبير جدا، ففضل ان هو يعمل عند هذا الشخص. فبعد ما عمل المطبخ، هو صديقي، هو قال لي انا هعمل مطبخ في مكان تاني، وقلت له اتفضل. قال لي لان السعر هيكون بكذا، فقلت له اتفضل. فبعد ما خلص المطبخ اللي انا عملته النهارده، والمطبخ اللي هو كنت انا عامله له بقى من 25 سنه، هو اللي بيقول لي ان هو عمل مقارنه. وطبعا المطبخ الجديد مش انا اللي عملته، هو عمل بره، ولكن كان فرق السعر كان كبير. فقال لي انا لما عملت مقارنه طلع المطبخ بتاعك مختلف تماما. هو انت بتعمل ايه علشان تطلع المطبخ بالكواليتي العالي ده؟ ففي الحقيقه انا قعدت شرحت له وهشرح لحضراتكم دلوقتي. انا لغايه النهارده انا حريص ان لما اعمل مطبخ او دريسنج او عفش بيت، حريص جدا اني اجيب خامات بكواليتي عالي، حريص جدا اجيب اكسسوار بكواليتي عالي. بحاول اخلي الضرفه بتمشي مظبوط، تفتح مظبوط، تقفل مظبوط. الدرج نفس الكلام، يفتح مظبوط. عندي يعني انا لغايه النهارده بتبع اصول الصناعه، لان زي ما حضراتكم عارفين يعني انا خبره 40 سنه مش يوم وليله، ومن 25 سنه برضو كنت خبره 15 سنه. واول ما دخلت في المجال، انا دخلت في المجال يعني هو شبه الوراثه،
لان احنا عندنا في العيله في ناس كتير بتشتغل في المهنه وهم اللي حببوني فيها، وانا لقيتها حاجه كويسه. الموضوع لما بيكون بقى كمان يعني حرفه ودراسه، الموضوع بيفرق جدا. ان احنا بنشغل دماغنا، بنوصل لكواليتي عالي، بنعمل الجديد، بنعمل تصميم صح. يعني انا بشوف دلوقتي ناس بتشتغل في الصناعة وللأسف ما عندهاش السنس بتاع النسب، وفي ناس كتير بتغلط في النسب. يعني على سبيل المثال أنا مطلوب مني في الوقت الحالي من حد مهندس للأسف، والمفروض ان مهندس يعني هو بياخد مشاريع وبيعمل مشاريع، طالب مني باب مش ضرفة، باب عايز القايم بتاعه 5 سم ونص. انا مش عارف ازاي، وبحاول اقنعه ان ده غلط، هو مش عايز يقتنع. فمعنى كده ان مش كل حد بيشتغل في المهنة هو فاهم. عايز اقول لكم ان المهندس ده انا اقنعته كتير جدا جدا ان ما ينفعش القايم يكون 5 سم ونص. وطبعا الساده المشاهدين اللي عندهم خبره بالمجال هتأيدني في الموضوع، لان هي فاهمه يعني ايه باب خشب 5 سم ونص تخانه القايم. ما ينفعش، في نسب محدوده لازم نشتغل بيها، وحاجات معينه ما ينفعش نخرج عنها. فاحنا واجب علينا ان لما نيجي نصنع لازم نروح عند حد يكون فاهم، ما ناخدش بالمظهر والاسم اصل ده عمل عند فلان وعمل عند علان. انا اعرف ناس نجارين وشاطرين جدا. عايز اقول لكم ان انا حضرت مناقشه من فتره كده، كنت في معرض هوم ان، وحضرت مناقشه بين كنت انا قاعد في وسط مجموعه نجارين، وحضرت مناقشه ما بينهم. انا كنت قاعد مبسوط جدا، وعايز اقول لكم ان انا ما تدخلتش في المناقشه وقعدت سمعت. كان في كان مجموعه الناجرين كان يمكن حوالي 10 قاعدين. لقيت يعني ال10 كان في واحد منهم كان طلع عمل فيديو وصرح بحاجه وشرح حاجه في النجاره. انا مش هقدر اقول علشان مش عايز الاشخاص، عشان مش بحب، انتوا عارفين ان اتكلم على حد. وشرح حاجه وكان فيها غلطه، وجي نجار من الناس اللي فاهمه اكتشف الغلطه وابتدى يناقشه. قال له لا انت غلطت في كذا وقلت كذا. وعايز اقول لكم ال10 كان في 2 أو 3 كانوا فاهمين والباقي مش فاهم. الباقي كان من الشباب الصغير اللي دخلوا المهنة، والمهنة دلوقتي بقى مش كل اللي بيخشها فاهم، لان دلوقتي الموضوع بقى متطور، والالات والمعدات وبتاع والخامات الحديثة خلت الناس ما عندهاش اصول الصنعة وما بتعرفش في اصول الصنعة. ولكن كان 2 أو 3 انا مش متذكر بالظبط، كانوا قاعدين من الناس القدام، كان تقريبا سنهم معدي ال50 سنة، وكانوا فاهمين وجم قالوا لا انت اتكلمت غلط والصح كذا وكذا وكذا وكذا. فانا النهارده بقول للعميل اعرف انت عايز ايه، وحدد انت عايز ايه علشان تعرف تاخد الحاجة اللي تعجبك واللي انت عايزها. لكن موضوع ان انت بتبص للسعر بس، لا ما ينفعش. وموضوع ان انت بتبص لحد اصل ده اسمه لطيف واسمه حلو وشعره مسبسب، لا الكلام ده مش احسن حاجة. لكن احسن حاجة انك تعرف انت هتصنع عند مين علشان حاجتك تطلع كويسة. اتمنى يكون انا قدمت حلقة مفيدة. وفي نهاية لقائي انا بدعو كل حد عنده فكرة جديدة يشرفني في برنامج أوضة وصالة ويكون معايا ونقعد ونتناقش. ولو انا بتكلم غلط وحد عنده الصح برضه يتفضل ويناقشني، وانا برحب باي حد عايز يطلع معايا برنامج أوضة وصالة. حضراتكم عارفين ان البرنامج لسه جديد، لان انا وقفته سنين طويلة وانا ابتديت ارجع تاني، ولكن على قناة اليوتيوب انا بنزل حلقاتي كالاول في التلفزيون، دلوقتي على قناة اليوتيوب. فانا برحب بكل متابعيني، اهلا بيكم، وان شاء الله اشوفكم على خير، والى اللقاء،
وان شاء الله حلقه جديده. وتحياتي، اشرف شندي.